أيوشي يا بابا دقيقة يا دلال دير بالك على الأولاد يا دلال. يا دلال ديري بالك على الأولاد. هنا دفن عبد الحميد اليوسف مستقبله. هو إنسان بسيط كما كل السوريين. تزوج من دلال التي أنجبت له آية وأحمد. حلم يوما بأن يكون له عائلة فكانت. بذل كل ما بوسعه لتكبر العائلة. بلغ عمر طفليه التوأم شهورا 9. وفي صباح 4 نيسان 2017 ضغط طيار مجرم على زر إطلاق صاروخ محمل بغاز السارين السام ليضرب مدينة خان شيخون، فانقطع نفس أكثر من 100 إنسان كان يعيش هناك وفارقوا الحياة. قتلت عائلة عبد الحميد وإخوته وأولاد أخوته وكثير كثير. كان لنا وقفة مع عبد الحميد تحدث بدموعه لنا عما جرى. ممكن تحكي لنا التفاصيل شو اللي صار معكم من أول الحادثة؟ في الساعة 7 إلا تلت في الضبط كنا نايمين، كانت العالم كلها نايمة تقريبا. فخد على صوت الضربة، عن ضربة حد بيتي، أول ضربة. شلت ولادي التوأم أنا وزوجتي، كنا هون صحيانين، بس ما لنا خبر إنه في سارين أو شيء أو غاز أو أي شيء من. هي كانت ضربة جوية؟ طبعا ضربة جوية. لحقتها بعد ب5 دقايق ضربة تاني. طلعت هيك، هي بيت أهلي قريب علي أنا كمان. طلعت ولت الضربة عند بيت أهلي. بعد ب5 دقايق في الضبط كمان رجعت ضربت عند قرايبنا، عند بيت عمي كمان. فأنا ما عاد أعرف شو بدي أسوي. عطيت ولادي لزوجتي الله يتقبلون، استشهدوا. بس السنون كانوا طيبين. قلت لهم روحوا، أنا راح أحاول أحسن أسعف أقدر عدد ممكن من العالم. مشيت، هون ما كان في إشي. أول ما مشيت لعند جيراننا كانوا هوني كلهم منهارين. هون بلش الغاز السارين ياخد مفعوله. حطيت على ايدي كمامة شوي وصرت شيل معاهم. هون عرفتوا انه غاز سارين مو قصف عادي؟ انا هون عرفت، بس ما عاد احسن ارجع اقول لهم انه هذا غاز سارين، بدي اسعف عالم. ما عاد احسن ارجع لعند اولادي. شيلت عالم، اسعفت اول دفعة ومشيت بالسيارة. بدي اروح وصل عند دار اهلي. وصلت لعند بيت اهلي. اول ما وصلت شفت اخوي الكبير ياسر الله يتقبله مستشهد. هو كان بده يسعف ابنه الصغير عمار كمان استشهد. يعني ياسر وهو عم يحاول يسعف عمار؟ هو عم يحاول يسعف عمار، استشهد عمار. استشهد هو وياه فوق بعضهم. طلعت لروح جيب. كيف عرفتوا انهم مستشهدين او مفرقين الحياة؟ الزبد عم بيطلع من تمهم هيك ومزرقين كتير. قلت بدي احاول، عائلتي كلها فوق هسه. طلعت لروح شوف اخوي عبد الكريم، لقيته كمان مستشهد. في بنت اختي وفي ابن اخوي كمان، ابن اخوي ياسر كمان حمودي. طلع احمد راح يشوفه، طلع لقاه كمان مستشهد بالارض، كان خالص. في 4 5 عباب بيتنا كمان كلياتهم كانوا هون، هدول كلياتهم خالصين مستشهدين كلياتهم. صرنا هون نحس انه هون عم ياخذ مفعوله مزبوط. كل ما راح يمشي 10 خطوات يوقع. ما عاد العالم تحسن تسعيف. انا ما اقدر غير بنت اخوي الوحيدة، بنت اختي بدي اسعفها، ما عاد احسن. شلتها عند الباب وقعت انا وياها. استشهدت. قلت لهم تعالوا شيلوني، انا ما عاد فيي. اخذوني على المشفى انا، وهون كانت معظم الناس كلها تمشي وتوقع. حالي مأساوية، ما حد يحسن يسعف التاني. اخذوني على المشفى. راحوا 4 ساعات او 5 ساعات بالضبط ما بعرف. سألتهم وين عائلتي انا، وين اهلي، قالوا لي كلهم بخير. رجعت ولات لقيتهم 25 واحد من عائلة واحدة مستشهدين كلياتهم. قلت لهم وين طفلي احمد وآية التوأم وزوجتي وينهم؟ جابوا لي اياهم لعند مستشهدين.
يا روح تركته ما في هون شيء، رحت للسجن سايف العالم لقيتهم كمان بالسجن مخنوقين خنق. الله يرحمه، الله يرحمه ويتقبلهم يا رب. بكل تأكيد يعني الله يكون بعونك. ما في حكي ينحكى. جيراننا 11 عائلة تركيل، هذا رفيقي بيصير عندك اليوم 11، هو وولاده وامه واخواته، عائلة وحدة كاملة استشهدوا. نواد ومرته وبنته بالارض، الاستاذ اللغة العربية انس الخالد زوجته واخوه وولاده في الارض، ابن عم ابراهيم بالارض، اسعفت مرته الحمد لله لحقت شالوها. ابن اخوه استشهد ما احسن تكفي، رغم كل شيء انهرت على الاخير، ما عاد احسن كفي على الاخير. الحارة كلها استشهدت. 4 اولاد مع زوجتي واطفالي التوأم، كنت انا مسعفهم على اساس مأمن عليهم، نازلين على الملجأ يا روحي وما حدا دريان فيهم. عند ما رجعت لحتى قالوا لهم هن الملجأ، رجعوا طلعوهم مستشهدين كلهم. يعني اطفال كلها اطفال ما تستحمل، يعني انا الوحيد يمكن اللي نفذت. بس ايش ذنبهم هدول؟ يعني ليش ضربونا الغاز السارين؟ ليش ما عرفت؟ ليش ما عرفت؟ ايوش شو عملته يا روحي والله بعيد. يا في لحد من حدنا أرملي عنده 4 أولاد، بتحط أولادها عندي استشهدوا مع أولادي كمان. أكبر ولد عمر فيهم 12 سنة 10 سنين استشهدوا مع أولادي كمان. أحد دري فيهم، كلهم أولاد أطفال، كلهم ماتوا خنق. بس لو افهم شو هو السبب، اللي هو السبب الوحيد بس هو اللي ليش ضربوا الغاز المسم السام هاد. ايش عملوا له هدول؟ ايش عملوا له هدول؟ في دولة في العالم بتحسن تعطينا سبب مقنع واحد عن قتل اطفال؟ بس السبب المقنع الواحد بس انه هن اطفال يعني بس؟ ولا نحن انه سوريين؟ بس سبب واحد بس، يعطيني سبب مقنع واحد، ما بدي شيء. الله يتقبلوا، راحوا استشهدوا كلياتهم. ممكن يعني انه هو عم يقصف مشان يحاول يهجر اكبر قدر ممكن من السوريين مثل ما حصل بالغوطه وبالوعر. ممكن تترك ارضك بعد اللي صار. ليش لحتى اترك ارضي؟ يعني انا اترك ارضي؟ نحن خلقنا مشان الارض وما بنموت غير فيها، وخلي يجي هو واوروبا وغاز السارين تبعه يخلي نفسه 10 مرات. باذن الله باقين باذن الله، باذن الله باقين. صح دموع هاي نحن دموع انا مشان اطفالي واخواتي اولاد اخواتي، ولكن باذن الله باقين. والله العظيم والله العظيم انزدت قوي وانزدت ايمان وصبر، والله بيعلم فيه. والله العظيم اقسم بالله صابر ومحتسب، وايماني عند الله، واولادي واطفالي واخواتي واولاد اخواتي واولاد عمي وكلياتهم شهداء، وما بيحسن انكر الشهاده ابدا ابدا. بس ولكن ارضي اني اتركها مشان مرتزقه حقدة بدهم يجوا يستغلوا ارضنا، فشروا. والله العظيم زدنا قوي، اقسم بالله زدنا قوي، اقسم بالله زدنا قوي. والقادم اعظم باذن الله، بيشوفوا بعينه.
تتوقع الثورة راح تنتصر؟ الثورة اللي ضحيت فيها ضحيت فيها بأولادك أو بكل شيء بحياتك، تتوقع هي راح تنتصر؟ بإذن الله هي اللي راح تنتصر بإذن الله. قدمنا الكثير والقليل، إخواننا في الغوطة قدموا شهداء أكثر منا، بالمجزرة وحدة 4000 شخص، نحن 200 والله ما بعرف لحد الآن العدد شقد من عائلتنا. الحمد لله رب العالمين، بس منتصرين وثابتين ومحتسبين بإذن الله. الله عز وجل. أنا كثير بتشكرك عبد الحميد وأسف كثير إنه تعبتك، والله يتقبلهم ويرحمهم يا رب، وإن شاء الله عز وجل سبقوك للجنة، وإن شاء الله هي تضحياتهم ما راح تروح على الفاضي، وبالنهاية المجرم راح يكون له يوم بإذن الله. ألف شكر لك عبد الحميد، والله يرحمهم ويتقبلهم يا رب. كلمات عبد الحميد كانت كافية لشرح تفاصيل الجريمة التي حصلت في خان شيخون. رسائله أيضا كانت واضحة لكل العالم، لشعوب العالم ولرؤسائها ولكل المجتمع الدولي، فأتمنى أن تجد هذه الكلمات جواب. نلقاكم على خير.